أكيد كمصور أو صانع محتوى تبحث عن شاشة خارجية مونيتور بحجم كبير وسعر رخيص، مو؟ هذا المونيتور بحجم 7 إنش من شركة بورتكيس بأقل من $100 وبسطوع 1000 نتس. بس شنو المميزات اللي بيها؟ واحدة من مميزات هاي الشاشة انها لمس بالكامل، تقدر تتحكم بالبرايتنس، الكونتراست، الساتوريشن، شاربنس، التنت، وكل ذني عن طريق اللمس. طبعا تجي بمدخلين، مدخل HDMI ومدخل الاي في اللي تتحكم به عن طريق اللمس، وبي هنا الفوكس بيكينج لبعض الكاميرات اللي تدعم التحكم عن طريق الاتش دي ام اي، وبيها الاعدادات هنا تغيير اللغه، الباك لايت، الجاستر زوم، يعني بهالطريقه. واحده من المميزات اللي اتصور اكثر صناع المحتوى والمصورين يبحثون عنها، واللي هي 3D لاتس، تقدر عن طريقها تحمل الوانك الخاصه او اللوكس اللي انت تشتغل عليه دايركت بالمونيتور، حتى تشوف شلون تكون الصورة وانت تصور قبل لا تروح للمونتاج، حتى مو بعدين تصور وتكمل وما تعرف الالوان والاضاءة والشادو شلون كان. اللي استفاد منها اللي يصور لوج مثل هاي الالوان قبل المونتاج ما يعرف شلون راح يكون شكل الفيديو، فيقدر يحمل الوانه على المونيتور عن طريق ال 3 دي لوتس، فهنا قبل لا يروح للمونتاج وهو يصور راح يعرف الالوان شلون راح تكون. باقل من $100 خلينا نحكي بصراحة ما راح تحصل شاشة بها كل هاي المميزات، واللي اهمها بالنسبه لي هي ال 3 دي لوتس، يعني عن طريق اليو اس بي تحمل الالوان اللي انت تشتغل عليها وتخليها بهذا المونيتور، وراح تحصل الوانك اللي انت تشتغل بها قبل ما تكمل وتودي البرنامج المونتاج، وبعدين تلقي الفيديو الاضاءه غلط او الالوان غلط، او يعني راح تشوف انت الالوان شلون راح تكون هنا قبل لا تبدي بالمونتاج. طبعا الشاشه مال الكاميرا صغيره، انا كل شيء ما اشوف، فراح اربط المونيتور الثاني اللي فوق الكاميرا حتى اشوف انا ايش اصور. لحظه، يجي وياها واحد من ذني المظله بحيث شكله هنا من تصور بالشارع ما يضرب عليك الضوء مباشره على الشاشه، يعني 1000 نيتس، وهذا المانع الضوء راح تخليك تصور براحتك بالشارع. طبعا الشاشه تقدر تشغلها بطريقتين، يا اما عن طريق الشاحن اللي هو 7 الى 24 فولت، او تستخدم بطاريات الام بي اف اللي هي عادة تكون الستاندرد بكل الشاشات والاضاءات اللي موجودة بالسوق هسه حاليا هي نفس الشيء. المهم هاي البطاريات موجودة وتستخدمها بكل شيء، يعني انا هاي الشاشة اللي استخدمها اللي فوق، والاضاءة الثانية استخدم بها نفس البطارية، وهاي الشاشة نفس البطارية. فهاي البطاريات من تشتريها راح تقدر تستخدمها بكل الادوات التصوير اللي عندك. تجي ويا الشاشة HDMI لل HDMI، وهذا الواير اذا كاميرتك قديمة ال AV، ويجي ميكرو HDMI. يجي وياها ستاند صغير تخليه فوق الكاميرا اللي يشكل عن طريق الهاتشو. اذا انت من اصحاب المحتوى اللي فقط يصور بالطول، عندك هنا منفذين تقدر تشكل به المونيتور بحيث تشوف محتواك بالطول. بهذا السعر ما اعتقد راح نلقي شاشة بهاي المميزات اللي موجودة هنا، لمس، 3 دي لوتس، زبرا، وويف فورم، والفوكس بيكينج، كليتها باقل من $100.